السلام عليكم البنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتوما لاباس؟ شكرا على اللايك ديالكم، لي كومونتير الزوينه ديالكم، البارطاج ديالكم، كنشكركم بزاف البنات. ان شاء الله اليوم باذن الله غادي نقترح عليكم واحد اليوم ان شاء الله دايره عراضه للوالده ديالي. جبت هكا جوج دجاجات، غسلتهم ديجا في الليل، درت لهم الحامض، درت لهم الملحه، درت لهم سكينجبير، المهم نقيتهم مزيان، بيتهم في الكونجيلاتور في الليل وخرجتهم بكري هكا باش تلقوا ليا. دابا ان شاء الله غادي ندير لهم واحد شرموله البنات. هاد الدجاج هذا كيجي بحال ديال المطاعم، تيجي غزال بزاف صراحه الله. دونك البنات بالنسبه للعطريه اللي غادي ندير فيه، غادي ندير فيه واحد نص معلقه ديال البزار. هاد التتبيله البنات كتجي في هاد الدجاج هذا، انا غادي نفورو وغادي ندخلو الفران. انا ما غندير ليه لا مرقه لا والو. ندير واحد المعلقه ديال الزعفران البلدي، ندير واحد المعلقه ديال السكينجبير، واخا انا ديجا غاسله بسكينجبير ولكن غندير غير شويه سكينجبير ما نكثرش بزاف. غندير واحد المعلقه ديال الفلفله الحمراء اولا التحميره، غندير قبيصه ديال الملحه حيت انا ديجا غاسله بالملحه، يعني ما نكثروش بزاف ديال الملحه. ومازال غندير واحد الضويمه ديال الزعفران. هنا عندي الحامض مسيره البنات، انا ملي تيسالي ليا كيبقى ليا داك الماء ديالو، دونك ضروري تنحتفظ به. هنا درتو في هاد الدجاج هذا غير العصير ديال الحامض البنات. بالنسبه للزعفران انا ما عنديش الزعفران الحر، اكتفيت بهاد الضويمه ديال الزعفران حتى هي تدير حتى هي زوينه. غنحكها هكا البنات باش دغيا تذوب ليا مع العطريه وداك الشيء. عندي هنايا واحد 4 ديال الدريسات ديال الثومه، حتى هما اللي غادي نحكهم. الدجاج البنات كيجي مدغمر وتيجي غزال بهاد التتبيله هادي، كيجي بحال ديال المطاعم البنات. نتوما كتعرفوا بان الا مشينا كلينا الدجاج على برا كناكلوه بثمن اللي هو غالي وماشي داكشي اللي تيعجبنا النيت، وتيحسبوه بالثمن اللي غالي. علاش لا حنا ما نصيبوش هكا مره في دارنا بالطريقه اللي حتى هما كيصايبوه بها البنات. غادي نزيد هنايا الحامض مصير، كما قلت لكم انا تنصيب الحامض مصير عندي في الدار. غتشوفوا هذا مازال يلاه درتو هذه دابا شي 2 سيمانات تقريبا، مازال ما طابلياش مزيان. دونك غادي نحاول مع ديك اللب هذاك نحيدو ديال الحامض مصير. صافي وغادي ندير دابا واحد شويه ديال الزيت العاديه وغادي نخلط هذاك الخليط كله. صافي غادي نخلط ديك شرموله هكاك مزيان صافي، وغادي نشرمل بها داك الدجاج اللي عندي. كما كنوريكم البنات هنا عندي قبيطه ديال المعدنوس، قبيطه ديال المعدنوس ما كاينش قزبور، هو اللي غادي نعمر به ان شاء الله الدجاج اليوم. ما غندير لا فيرميسيل ولا حتى شي حاجه، غادي ندير غير المعدنوس. قلت لكم انا غنديرو بحال ديال المطاعم. غادي نشرمل هاد الدجاجه هذه مزيان وغندخل فيها هاد الشرموله مزيان كما قلت لكم ما بين الجلده واللحم. مهم هكا كما قلت لكم كندخل ما بين الجلده واللحم والعظيمات. هاتي البنات هاد الدجاج هذا ملي كيطيب شتي العظام ديالو كيكونوا فتيين، العظام ديالو كيهراو. كندخل لي شرموله ديالو لداخل هكا كما كنوريكم دابا ما بين الجلده واللحم باش هاد الدجاج هذا يجينا مدغمر مزيان ومشرمل مزيان. صافي انا شرملت الدجاجه الاولى، نشرمل الدجاجه الثانيه حتى هي.
غنشرملها الثانيه حتى هي وندخل فيها شرموله مزيان. شفتوا البنات ضروري الدجاج الا بغيتوه يجيكم بنين دخلوا مزيان الدغميره ولا شرموله، دخلوها مزيان ما بين الجلده واللحم مزيان، ومن بعد غادي نتكو بواحد الموس باش تدخل ليا فيه مزيان شرموله. دابا البنات غادي هذاك القبطه ديال المعدنوس غنديرها فوق ديك الشرموله اللي بقات ليا في لوبول صافي، وغادي نشرمل نيت غير بداك الشيء اللي بقى ليا في لوبول، وغادي نعمر به دوك الدجاجات ديالي. البنات انا ما نفكاش مع داك الحامض مسير، باقا تنحيد منها داك الشيء اللي بقى صافي. دابا غنعمر بها هاد الدجاجات هادو غير بالمعدنوس صافي بوحديتهم بلا قزبور بلا والو صافي، وغادي نربط لهم الرجيلات ديالهم ان شاء الله، وغادي نديرهم يتفوروا. كنوريكم البنات كندخل شرموله لداخل باش يجينا داك الدجاج ديالنا مشرمل وعامر بداك المعدنوس. كندوز عليه هكا من الفوق حتى هو. كما كتشوفوا البنات صافي دابا غادي نخليهم واحد المده ديال ساعتين ولا ساعتين ونص. انا بيد ما حيت انا شرملتهم البنات في 9 ديال الصباح وما غاديش نطيبهم ان شاء الله حتى لديك الوحده هكاك ولا 12 ساعه نطيبهم. دابا ان شاء الله كما تنوريكم البنات غادي نتك هذوك الدجاجات بالموس هكا باش تزيد تدخلي ديك شرموله مزيان لداخل، ولا ديروا سفوده ولا ديروا اي حاجه. ما قطع حتى شي حاجه البنات من التصوير باش هكا تبعوا المراحل ديال هذا الدجاج هذا اللي كما تنقول لكم تيجي غزال تيجي زوين بزاف. ما بغيتش نقطع حتى شي حاجه ولا نزرب حتى شي حاجه باش هكا تبعوا لي زيطاب كاملين ديال شرموله ديال الدجاج. صافي البنات هنا تنقول لكم غادي نخليه واحد شي شويه د الوقت باش تشرب لي ديك الدغميره مزيان، ومن بعد ان شاء الله انا درتو هنا في الكسكاس، ربطت ليه الرجيلات ديالو ودرتو هنا في الكسكاس. غنوريكم بوطه مهينه اللي شاعله عليه، انا بغيتو يطيب ليا على خاطرو كما قلت لكم. قد ما طاب مزيان قد ما حتى العظيمات كيكونوا هارين، تيكونوا حتى العظيمات حتى هما فتيين، يعني الدجاج كيجي طيب مزيان. صافي دابا غادي نخلي هذا الدجاج ديالي يطيب في البرمه هكا في الكسكاس مفور زعما. هنا كنوريكم البنات راني تندخل فيه هذا الكيغدون، راه طاب ليا ديك الساعه الدجاج صافي خدا ليا وقته مزيان في الطياب. ودابا ان شاء الله غندوز نصايب معكم واحد الروز اللي ساهل وكندير كلشي في مره واحده وتيجي هذا الروز هذا غزال. البنات بالنسبه لهذا الروز هذا حتى هو قلت لكم انا اليوم غندير الماكله ديال المطاعم بحال اللي كناكلوه في الزنقه غادي نديرها في الدار. ملي كنمشيو عندهم كيحطوا لينا الدجاج والروز والفريت وهذا، انا غندير نفس داكشي. دونك البنات بالنسبه للروز عندي هنايا واحد خيز زويه صغيره قطعتها، واحد الفليفله خضراء، شويه جلبانه، شويه ديال واحد البصيله صغيره حكيتها، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه الثومه، واحد الضويمه ديال الزعفران. بالنسبه للعطريه البنات عندي الزعفران، عندي سكينجبير، عندي البزار، وعندي مليحه، وعندي الزيت. ضروري غندير واحد شويه الزيت. الا عندكم البنات الفلفله الحمراء حتى هي قطعوها هكا طريفات صغار، حتى هي كتجي كتعطي اللون الخضر مع الحمر كيعطي لوين زوين.
انا ما عنديش، اكتفيت غير بداك الفلفل الخضراء. هنا كنوريكم البنات راه الرز غسلته نقيته صفيته، وغنديرو دابا على هذا الخليط هذا، وغنروي هذا الرز هذا باش يطيب ليا ان شاء الله. البنات منين ديروا كاس ديال الرز غديروا جوج كيسان د الماء، ديما الدوبل ديال الماء كيكون هو بحال دابا درنا 2 كيسان د الرز نديروا 4 كيسان د الماء، هذا هو اللي كاين صافي. وغادي نشعل عليه بوطه مهيله. هنا تنوريكم البنات، شوفوا غير فوا غادي تصفر الصفاره نقصوا البوطه مهيله. هنا البنات كنوريكم بيض السمان حتى هو درتو كيتسلق باش نزوق به داك الدجاجات. بالنسبه للدجاجه البنات هنا راه طاب ليا باش غادي ندهنو، درت هنا واحد المعلقه د لا موطارد ومعلقه الزبده وخلطتهم مزيان، ودابا كندهن بهم هاد الدجاج هذا ان شاء الله باش ندخلو للفران نحمرو في الفران. بغيتو دوها البنات الفران ديال الزنقه ديو، انا بالنسبه لي اليوم اكتفيت غير بالفران ديال الدار. هنا البنات كنوريكم الروز كيفاش جا، خليته شرب ليا ديك الميها، كيجي البنات مفرز حبه حبه كيجي غزال. انا غنوريكم البنات شو هذا الروز كي تيجي، خصكم غير تحترموا ليه الوقت 10 ديال الدقائق بالضبط صافي وكيكون واجد. وكيكون هذا هو الغدا ديالنا ان شاء الله هذا النهار هذا. كما قلت لكم انا عارضه على الوالده ديالي، درت هكا الدجاج وزدت معاه ليه فخيت، زوقته بداك بيض السمان بعد ما نقيته. الدجاجه البنات كتشوفوا كيفاش محمر من داك الشرفيع، ورافقته هكا بالروز، اللي مع خضيره كما شفتوا البنات كيجي غزال كيجي زوين. غير جربوا البنات هاد الوصفه هذه غادي تعجبكم. حطيت شويه الزيتون، خبيز ديال الدار ديال الزرع حتى هو عجنته في الدار، ومناضه الحمد لله، وشويه ديال الديسير. وكتكون هذه غداتنا ان شاء الله لهذا النهار هذا. كنشكركم البنات بزاف، شكرا لكم على لي لايك ديالكم، بارطاج ديالكم ولي كومونتير ديالكم، وشكرا لكم.